هذه توصية من الأستاذ أيمن إسماعيل. العم والوالد الدكتور محسن الشريف. هو اللي بيوصي علينا المحافل الأدبية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية التقدير والإعزاز للابن الحبيب والأخ العزيز الشاعر أيمن إسماعيل، وتهنئة بعيد ميلاد صالون حماسات للعام الثاني، وعقبال 100 سنة يا رب. السادة الحضور، الشعراء الأفاضل، المنصة الكريمة، أستاذ نافع، يوسف بيه سلطان، عريس الليلة، دكتورنا حسن عباس الفاضل، زنبقة عمري بعد أن اعتصرني ألمي واشتياقي، وانهمر أسفا دمع الرجولة باختناقي، وأوصد أبواب البهجة بوجه الحياة، ما عدت أرى غير طيفك يلاحقني للممات، يؤنبني على جبني لما لا تصرخ أم عشقت السكات. يا من طفت ديارا وأوطانا، وأحببت جما بطول السفرات، وقد آن أن تعشق طيبا وطهرا، قلما أنجبته طهر السيدات. وقد اختزنت من فيض الحنان ليغمرني في أروقة السبات، وكان لي الزمان ركام غدر ليعصف بي إلى تيه الشتات. يا حبيبتي، يا عمري، يا كل ما مضى وكل ما هو آتي، يا رحيق زهرة أحببت، يا رحيق زهرة أحببت، يا عبق فوح العطورات، زفرات أنينك تلهبني لأذوق لهيب الجمرات، وأنسام طيفك تلاحقني، وأنسام طيفك تلاطفني، وصارت هب سعيراتي، أنغام كلامك يطربني، يدغدغ الشوق بحناياتي، وعبير حبك يسكرني بلا خمر أنتشي بالرشفات، ودهيم الليل يلاحقني بصمت دمعي وسكاتي، وأنين عشقك يداعبني يعانق سربك سلاماتي.